السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الفراخ المشوية على الفحم زي المطاعم بالظبط. بدل ما نشتريها من بره هنعملها في البيت بتتبيلة مميزة جدا، وهتعجب كل اللي في البيت. زي ما انتوا شايفين انا عاملة معاها سلطة بسيطة بس بتفتح النفس، طماطم مع بصل كده، وعاملة كمان سلطة الطحينة دي انا بعملها في البيت زي المطاعم بالظبط، ما بشتريهاش من بره. وبطاطس محمرة بشوية بهارات بطاطس من اللي بنعملها في البيت برضه. كل حاجة زي اللي بنعملها في البيت، مش جايبين حاجة من بره. نبتدي مع بعض بالتتبيلة. أنا هنا عندي طماطمتين مقطعاهم، وعندي بصلاية نسيت أقطعها وأرجع تاني. قطعتها أهو. هحط فلفل رومي، وعندي فصين توم. كل ده هنحطه مع بعض في الخلاط. احنا هنضربهم في الخلاط. وهنا معايا انا هريسة الشطة دي انا بعملها وبعينها في الفريزر، بطلعها لما احتاجها. وعندي هنا معلقة الخل، طبعا دي بتخلي لحمة الفراخ ناعمة، وبتخليها طرية كده، وبتبقى جوسي وبتبقى جميلة، وبتساعدها على السوا كمان. وهنا طبعا عندي الملح، حطي الملح على حسب اللي يناسبك. بس لو انت هتبيتيها ما تزوديش الملح، لو هتعمليها ساعتين زودي. باضرب ده كله في الخلاط بتاعي لحد ما يبقى عصير كده، لحد ما يبقى بيوريه كله. باضربهم كويس، وبعد كده باقوم حطاهم على الفراخ بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا اهو باضربهم كويس قوي قوي في الخلاط. انا عايزاهم يبقوا بيوريه خالص. هنا انا عندي بقى الفراخ اللي انا هشوي. انا زي ما عرفتكم وقلت لكم انا بجيب الفرخه بقسمها على يومين، اكلة يومين. هنا انا بقطع الفراخ. طبعا الفراخ بتاعتي بأول لما بتيجي بغسلها كويس، وبنقعها في خل ومية وليمون، وبسيبها وبغسلها كويس، وبعينها في الفريزر. وبعد كده لما باجي استعملهم بطلعها. زي ما انتوا شايفين انا بعمل فتحات في الفراخ. الصدر بالذات لازم يتقسم اتنين، لان انتوا عارفين الصدر لحمه بيبقى تخين، وما بيبانش فيه التتبيلة قوي زي الوراك. يعني الوراك بيبان فيها اكتر، فلازم تفتحيها وتعملي كده خطوط في اللحمة بتاعتها عشان يبان الطعم. انا بحاول ان انا بالسكينة كده، ان انا اعمل خطوط عشان التتبيلة تخش جوه. هنا التتبيلة عندي كانت طبعا زي ما شفناها، ضربتها في الخلاط كويس قوي. هابتدي إن أحطها على الفراخ، وابتدي إن أنا أتبِّل الفراخ بتاعتي. ونسيت أقول لكم دي معلقة صويا صوص من اللي عملناها في البيت، الفيديو موجود عندكم على القناة لو حابين إن انتوا تشوفوها. دي معلقة صويا صوص بتدي برضو نكهة للفراخ المشوية. ومعلقة بابريكا مدخنة تدي طعم جميل قوي قوي مختلف. ومعلقة بهارات فراخ. والملح احنا حطيناه في التتبيلة وهي بتطحن. هحط رشة فلفل اسود، ما تكتريش فلفل اسود عشان بيغمق التتبيلة كده، وانا مش عايزاها تغمق معايا. هنا بقى انا هبتدي ان انا التتبيلة بتاعتي ابتدي ان انا ادعك الفراخ بتاعتي فيها. وقررت ان انا احط كاري. انا ما كنتش هحط كاري مع البهارات، بس قلت الكاري بيظهر نكهة الفراخ، وحطيت كاري. ممكن تحطي، وممكن بديل الكاري ممكن تحطي بذور الخردل اللي هو المستردة، يعني بتدي طعم الفراخ المشوية تحفة. بس انا ما كانش عندي، استبدلتها بالكاري. هنبتدي ان احنا نتبل الفراخ بتاعتنا كويس قوي، ونحاول ان احنا الفتحات اللي عملناها ندخل جواها من التتبيلة. وبعدين هنعينها في التلاجة ليلة، يفضل ليلة. لو مستعجلة ممكن ساعتين 4 ساعات في التتبيلة، بس هو يفضل ليلة، بيبقى الطعم يعني ظاهر اكتر، بتبقى التتبيلة تحفة. انا هعينها ليلة في التلاجة وتاني يوم هعملها. هنا انتوا حطيت الفحم بتاعي والشواية وكله تمام. هبتدي ان انا احط الفراخ بتاعتي عشان ت- تتشوى. ممكن ان انت تاخديها زي ما هي كده وتحطها في صينية وتدخليها الفرن، وتعملي لها فحماية بعد كده. بس انا بحب بصراحة الشوي على الفحم.
بيدّي طعم كده للأكل مختلف ونكهة مختلفة. حتى أمّا باعمل الفحماية بتدّي طعم وكل حاجة، بس مش زي أمّا بتبقى مشوية على الفحم. وبابتدي إن أنا أهوّي كده عشان الفحم يحمى بزيادة، وكل شوية ابتدي أقلّب، كل 10 دقايق ابتدي إن أنا أقلّب الفراخ بتاعتي لحد أمّا ألاقيها استوت. أهم حاجة عندي الفراخ تستوى معاكِ، لمّا هتبيتيها مش هتقعد كتير على النار، تستوي بسرعة، أسرع يعني، لإن الفراخ الخل بيساعد الفراخ على إن هي تستوي أسرع، هو والحموضة بتاعة الطماطم الحموضة بتاعة الطماطم والخل هي اللي بتسوي الفراخ أسرع. أنا زي ما أنتم شايفين باهوّي طبعًا على الفراخ علشان خاطر الفحم يفضل مولّع كده نار. طبعًا أنا الفحم ما كانش عندي فحم كفاية يعني، ما مليتش الشواية عندي فحم، لو كنت مليت الشواية ما كنتش اضطريت إن أنا أحُط فحم على النار وأحطهم معاه. بس طبعًا لو أنتِ عندِك فحم بزيادة مش هتحتاجي تعملي الكلام ده، هيخلّص لِك معاكِ على طول وبسرعة كمان. قعدت أهوّي عليها لحد أمّا خلصت زي ما أنتم شايفين، الفراخ عندنا طالعة شكلها والريحة والطعم خطير جدًا. أتمنى إن الوصفة تعجبكم، وأتمنى إن أنتم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.